الفريق اللي فاز بلقب سوبر اسبانيا في مطلع وبدايه الموسم حساب البارسا انطلاقه. كريستيانو رونالدو عدى وفات وسدد. يا ولد يا رونالدو، يا ولد يا ولد يا رونالدو، عدى وفات وعلى طول يضعها هنا باقتدار في المقام. سجل عن طريق كريستيانو رونالدو 20 هدف لرونالدو في 24 مباراة، ومسجل 11 هدف في دوري الأبطال، رقم قياسي في مرحلة المجموعات. بص استلام على طول كريم بنزيما والتمريرة كريستيانو رونالدو في العمق الدفاعي. تشيتا أمامنا أهو، لم تشيتا وحطها قال لي راس احطها لك فين؟ احطها لك فين؟ وحطها له في المقص يا ولد. هي اللمه دي خلاص، اللمه دي خلصت الموضوع، والموضوع بقى يعني ساخن جدا. هدف رائع، هدف الثاني في اللقاء. فرصه ضايعه في الدقيقه التاسعه ضيع ايدوريتس، وفي الدقيقه العاشره ضيع كوفاسيتش. وفاران اوعى تيران الصديقه، التعادل فاران. خطا قاتل من اللاعب فاران في اللقطه الماضيه، وهدف التعادل ياتي هنا من جانب لكن فاران ادي ايدوريتس الرقابه، وفاران عدم تفاهم. وعلى طول بقى اللاعب ايراسو، اللاعب اللي دخل امامنا هو خافير ايراسو اللي دخل التاريخ، لان اول هدف ليه في الليجا واول هدف ليه هذا الموسم كان سجل في الكاس في مرمى اليونانسي. لكن شوف الكرة، الخطأ الكبير من فاران، وايضا نافاس طبعا ما يقدرش يعمل حاجة لانه ورطه فاران، وايراسو امامنا هنا يضعها في هذه، يبحث عن الوصول الصعب الى مرمى اتلتيك بالباو رغم الوصول السهل في اول كرة. ودي واحدة من خامس. خامس رودريجيز بتاع كاس العالم اللي سجل في اليونان وكوت ديفوار واليابان واوروجواي هدفين، وفي البرازيل في لقاء 6-0 ويسدد كرة حلوة صعبة امامنا اهو. القدرات العالية اللي عنده لازم اظهر وبان، وحط الكرة في الامان وخلي الريال متقدم. شوف السلم هنا وسط بقى السيطرة، وسط فرص ايدوريتس ودي ماركوس وقائمة اللاعبين في بلباو، ولكن خامس يسجل هدف هنا في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 38. حلو قوي الهدف، حلو الهدف. ادي خامس عليه ضغوط كبيرة جدا. كان ده هو النجم، كان انتقل من صفوف موناكو في 2014، لعب حوالي 3 مواسم. رونالدو بعد 3 دقائق هدف حلو قوي، ثم عدل ايراسو من خلال خطأ قاتل من فاران في الدقيقة 11، ثم تقدم خامس رودريجيز سهر امس من تسديده كريستيانو رونالدو الى توني كروس. يا ولد هي دي كرة الملكي، وتوني كروس يسجل اخيرا. تريد عقاب قوي جدا. شوف كريستيانو رونالدو الحلول الفرديه العاليه بقى هنا، ودي واحده جماعيه. ادي رونالدو الى توني كروس، عمل زياده وتخطى يعني الحدود اللي كان دايما رابط نفسه من خلالها، بيلعب من يعني منطقه الدايره في وسط الملعب. اول مره توني كروس يكمل ويضع الكره امامنا هنا باقتدار في الدقيقه 45 علشان الشوط ده ينتهي بنتيجه قد لا تبدو النتيجه يعني الحقيقيه.